تفتكري ينفع نعمل سجق بلدي في البيت؟ ايوه ينفع طبعا. النهاردة هخليكي تعملي السجق البلدي في البيت، طري ومتماسك وطعمه يجنن، وكمان من غير هنك خالص ولا اي مكنة. هتعمليه معايا بكل سهولة من غير تعقيد، وبنص كيلو لحمة بس هنعمل كمية كبيرة من السجق، وكمان هنزود النص كيلو ده بمكون بسيط وصحي، ومن غير برغل ولا فول صويا ولا بقسماط ولا حمص. وما تخافيش هيطلع معاكي متماسك، مش هيفك منك خالص. وفي فيديو النهاردة هنعمل اكتر من حاجة، هنعمل فيه السجق من اوله، وبعد ما نخلصه هقولك ازاي تفرزيه بكل سهولة ويبقى جاهز عندك وقت ما تحتاجيها تطلعيه. كمان هعمل لكم طريقة سهلة لتسوية السجق عشان تشوفوه بعد ما اعمله هيطلع عامل ازاي، وكل ده من غير مكونات كتير. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله اتوم ام عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكونات اللي معايا 300 جرام لحم مفروم، اي لحمة متاحة عندك، مفرومة فرم ناعم وشين، وعليهم 100 جرام دهنة او ليا فرمتهم مع بعض، 4 معالق كبار هريسة فلفل، ودي هريسة الفلفل اللي عملناها مع بعض على القناة، واسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. اما لو مش متاح عندك هريسة فلفل هتستخدمي 4 قرون فلفل احمر بلدي حار او بارد زي ما تحبي، بصلة متوسطة مبشورة، معلقة كبيرة توم مفروم، وده برضو عملناه مع بعض على القناة. والمكون اللي هنزود بيه اللحمة هو عيش الفينو، وانا استخدمت رغيفين فينو. لو حابة الكمية تبقى كبيرة ممكن تزوديهم ل4 كمان، ومش تقلقي مش هيغير من طعم السجق. بالنسبة للتوابل اللي معانا ربع معلقة صغيرة لكل اللي هقوله، فلفل اسود، كمون، جنزبيل، قرفة، بابريكا، بهارات لحمة، ولو متاح عندك بهارات سجق حطيها. ولو تلاحظوا انا ما جبتش سيرة الملح عشان هريسة الفلفل بتاعتي ملحها مظبوط، لكن لو هتستخدمي الفلفل حط معلقة صغيرة وظبط الملح زي ما تحبي. بنجيب عيش الفينو، وانا بستخدم فينو طازة مش ناشف ولا مبلول، وبقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بطحنه طحن ناعم في مطحنة الخلاط او الكبة المتاح عندك اعملي فيه. ده الفينو بعد ما طحنته كويس جدا وبقى ناعم خالص بسيبه على جنب. بنجيب مطحنة الخلاط او الكبة وبنحط فيها هريسة الفلفل والبصل المبشور والثوم المفروم، نطحنهم طحن ناعم خالص. وده شكلهم بعد ما طحناهم، واحنا عايزين كل حاجة تكون ناعمة خالص. نجيب صينية او طبق ونحط فيها اللحم، نحط عليها كل البهارات، نحط عليهم هريسة الفلفل والبصل والثوم المفرومين. لو استخدمت الفلفل الاحمر ونزل مية مش محتاجة انك تصفيه، لان احنا هنحط فينو وهو هيشرب كل السوائل الموجودة. بنعجن كل ده مع بعض لحد ما كل المكونات ما تتجانس مع بعضها وتبقى عجينة طرية وناعمة ومش بتلزق في الايد. بعد ما عجناهم بنحط عليهم الفينو ونعجنهم مرة تانية مع بعض. لكن لو اللحمة بتاعتك مفرومة وش واحد ممكن تحط كل المكونات اللي عندك وتفرميهم في الكبة مرة تانية. بنعجن اللحمة مع كل المكونات من 5 ل10 دقايق. بعد ما عجنتها كويس بجيب معلقة زيت في طبق على جنب، وبحط على ايديا شوية من الزيت وابدأ اشكل السجق، والتشكيل بيبقى زي ما تحبي بالشكل والحجم اللي تحبيه. وانا بشكله على شكل صوابع صغيرة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. ودي كل كمية السجق بعد ما خلصتها تشكيل، وهو عمل كمية كبيرة خالص. نيجي بقى لازاي هنفرزه في الفريزر لأطول وقت ممكن. نجيب اطباق فل زي ما انتوا شايفين في الفيديو، نحط عليها كيس تلاجة ونبدأ نرص عليها صوابع السجق جنب بعض زي ما انتوا شايفين. بنحط الكميات في الطبق على قد استخدام مرة واحدة، يعني الكمية اللي تطلعيها تستخدميها كلها مش ترجعيها مرة تانية للفريزر.
بعد ما حطيت صفين من السجق في طبق الفل بحطه في كيس وبقفله كويس وبحطه في الفريزر، وقت ما بحتاجه بطلعه وهو مبياخدش مكان في الفريزر خالص. ويلا بينا نشوف ازاي هنسويه بعد ما طلعناه من الفريزر. باخد طبق من الاطباق اللي عملتها زي ما انتوا شايفين، هو متجمد بسيبه يفك نص فكه قبل ما استخدمه. معايا فلفل الوان او فلفل بلدي احمر واخضر، بصله متقطعه، دي كل المكونات اللي هحتاجها عشان اعمل سجق بلدي. في طاسه على النار بحط فيها شويه زيت وما بكترش من الزيت واسيبه يسخن كويس جدا. اول ما يسخن كويس بنزل فيه بالسجق، مش بحركه خالص ولا بقلبه بالمعلقه. خدي بالك ان الزيت لو مش سخن كفايه هيخلي السجق يلزق في الطاسه ويبوظ شكله، وكمان لو قلبت السجق اول ما تحطيه في الزيت ممكن يفك منك. دي حاجات بسيطه بس لازم تاخدي بالك منها. اول ما ياخد صدمه ولون من تحت نقدر نقلبه على الوش التاني. بنسيبه يتشوح في الزيت من غير ما نحمره، يدوب ياخد لون تحمير حلو زي ما انتوا شايفين، مفكش مني ومحتفظ بشكله ومكشش. وانا بحمر السجق كده، لو اول مرة تشوفوا الطريقة دي قولولي هي فعلا سهلة ولا لا، ولو حاسين ان الوصفة تستاهل تتجرب فعلا اعملوا لايك على الفيديو، وكمان شيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم اللي بيحبوا الاكل البلدي عشان الكل يستفيد. ولو اول مرة تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات علشان تبقوا اول ناس بيشوفوا الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة. بنشيل السجق من الطاسة وبنصفي باقي زيت التحمير. بنحط في الزيت بعد ما صفيناه البصلة والفلفل ونشوحهم تشويحة كويسة عشان ياخدوا من طعم السجق. بعد ما شوحناهم كويس بننزل عليهم بالسجق المتحمر ونقلبهم مع بعض. وعلشان الخضار يستوي بنحط نص كوباية مية ونظبط الملح. بنسيبهم على نار عالية لحد ما يغلوا، بعدين بنهدي النار ونسيبهم لمدة 10 دقايق لحد الخضار ما يستوي، لان السجق كده كده مستوي. وده السجق بعد ما استوى وهو مستوي ودايب وريحته خطيرة وطعمه مختلف تماما عن الكفتة. واحنا بكده عملنا سجق بلدي نضيف بتتبيلة حلوة وكمان عارفة كل مكوناتها، فهو مضمون 100% ومش محتاج اكتر من كده. اتمنى تجربوه حقيقي مش هتندموا. تقدري تعمليه سندوتشات او تقدميه جنب اي حاجة بتحبيها. جربوا الوصفة دي وشاركوا تجربتكم معايا في التعليقات وقولوا رأيكم عجبكم ولا لا. ولو عندكم طرق مختلفة او اي اضافات بتعملوها في السجق اكيد احب جدا اني اسمعها منكم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.